أيضا أخونا سأل يقول، وهي عادة منتشرة يبدو ليس في العراق فقط بل في بعض الدول الإسلامية كذلك، وهي أنه إذا كان الإنسان ابنة عم فإنه يستطيع أن يحجر عليها كما يقال، أو يقول هي لي، فيمنع أي أحد من الزواج منها ويلزم أهلها بأنه هو يكون هو زوجها. هذه أيضا من العادات السيئة والعرف المنكر حقيقة، فيه ظلم للفتاة بإلزامها بالتزوج من هذا من ابن عمها، وهي قد لا تقبله وقد لا يكون مرضي الدين والخلق. فهذا من العضل الذي نهى الله تعالى عنه الأولياء أن يعضلوا بناتهن. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم، فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يجوز للولي أن يعضل ابنته بأن يمنعها من الزواج إلا من ذلك الشاب، سواء كان ابن عمها أو غيره. ووجود هذه العادة لا يعني أنها عادة مقبولة شرعا، فكثير من العادات والأعراف قد لا يكون لها أصل من الشرع وتكون مضادة أو مخالفة للأحكام الشرعية، ولا يجوز الأخذ بها. فيحرم على ابن العم هنا أن يحجر ابنة عمه له، ويحرم على الولي أن يلزم أبوها أن يلزم ابنته بأن تتزوج من ابن عمها.